مرحبا بكل طلاب الدور الثاني. بداية الفيديو راح احكي لكم اذا تحس نفسك بعدك متلخبط ضايع مضغوط، فهذا الفيديو راح يكون بداية جديدة الك، وراح نحكي نصائح تساعدك نفسيا ودراسيا، وراح اعلمكم شلون انا راح اسوي جدول الي. ما اقول لكم اتبعوا نفس الجدول، لا، بس حاعطيكم مثل مجرد فكرة او بعض النصائح حتى تسوون جدول لنفسكم. اما تاخذون جدول يعني من طالب الطالب هذا الشيء خطأ، ما انصحكم به. وهماتين راح شوي نحكي عن الوقت وكذا. فقبل لا نبدي لا تنسون تشتركون بالقناة ولايك الفيديو اذا عجبكم، وسووا مشاركة ويا اصدقائكم اذا شفتوه مفيد. ويلا نبدي. راح يكون نصائح نفسية ونصائح حماتين دراسية، بس راح نبدي بالنصائح النفسية. اول شي لا تحكي ويا نفسك بطريقة انه سلبية، اني بعد ما اقدر اعدل هالشي، ما اقدر احل هالمشكلة. لا، انه بدل ما تقول هيك قول يعني كلام، قول اوكي انا عندي بعد يمكن تقريبا 30 يوم إلنا، ما ادري اقل اكثر ما اعرف. فبدل ما تحكي بهاي الطريقة، لا، غير اسلوبك واحكي بطريقة ايجابية. طبعا يمكن سامعين هاي هواية النصيحة، بس طبقوها، لأن صراحة الكلام هواي يأثر على النفسية. ثاني شغلة وأهم شغلة، أهم شي، ابتعدوا عن كل الناس السلبيين، سواء أصدقاء، أهل، قرايب، لأن هاي حرفيا تدمر البشر، تدمره. يعني الكلام السلبي خصوصا المشكلة تكون ناس تتأثر، يعني هي هنا المشكلة. لو هو كلام الناس ما يقدم ولا يأخر، بس حاولوا تبعدون على كل شخص يقولكم على كلام سلبي. حتى لو صديقتك تحبيها، علاقة قوية بيها، شفتيها انه تسويش طاقة سلبية، ابتعدي عنها. تمام. اختل ما نصيحة لا تختلطون بأي بشر. كله بوحدكم أحسن صراحة، حتى ما تسمعون أي كلمة تضوجكم أو تخرب واسكم. وشغلة ثالثة والأخيرة اللي هي راح انتوا راح تقولوا ما دام احنا دور ثاني وبعد 30 يوم وماكو وقت، فاحنا نخلصها كلها قراية، لا ننام مثل الأوادم من وقت، ولا نقعد ولا أي شي. لا، يعني ناموا بوقت يعني ثابت، وقعدوا بوقت ثابت. مو معناها انتم دور ثاني لازم لا تنامون ولا تقعدون ولا تاكلون ولا تسوون اي شي. لا، ترى مو نهاية العالم الدور الثاني. فخلوا هاي الثلاث فقرات او 3 نصائح ببالكم قبل لا تبدون تدرسون او تسوون جدول. عدلتوا نفسيتكم وعرفتوا شنو تسوون، هسه نجي على الجزء الثاني اللي هو يخص الدراسة. هسه اذا تريد تسوي جدول دور ثاني، اول شي شو تسوون؟ نحسب عدد الأيام المتبقية. إيش قد عدد الأيام المتبقية؟ نقول يمكن تقريبا 30 يوم، ما أعرف، يمكن 30 يوم. 30 يوم. هاي 30 يوم تخصصون لكل مادة حسب انتم كل مادة يجيبون. سالفة الدور الثاني مو مثل الدور الأول، دور ثاني من طالب يختلف الوضع، فلا تمشون على جدول أي طالب. تمام. يعني مثلا هسه اكو طالب مأجل 5، اكو طالب مأجل 2، اكو طالب مأجل مادة واحدة، فيختلف من طالب لطالب. تقسمون على حسب المواد اللي انتم مأجلينها، او تقسمون يعني تقرون اكثر من مادة بيوم واحد. انا اشوف هيك احسن، ترى تقرون اكثر من مادة بيوم واحد. بس يعني مو تقرون يعني مادة فصل كامل بيوم واحد واكثر من مادة، لا، يعني تقرون جزء من كل مادة احسن. احسن ما تخصصون يعني 10 ايام كذا مادة، 10 ايام للكيمياء، 10 ايام للفيزياء. لا، قسموا المادة على الايام احسن. وبعد الشغلة الثانية، خصصوا قسم صباحي وقسم مسائي. يعني شلون؟ يعني انتم لا تقرون بس الصبح كله ولا بس بالليل، لا، قسموا حتى هم ما تحسون بملل وهم تعبون وتستغلون كل ساعة باليوم مالتكم. قسم صباحي مثل محاضرات الرياضيات والفيزياء انا ريتن الصبح، محاضرات العرب والانجليزي انا ريتن بالليل، هيك احسن. وبعد اذا تحبون هذا الشي
وهواي أنصحكم بيه إنه تراجعون. مثل أنا بديت مثل على سبيل المثال إذا أنتم مؤجلين عربي، مثل الشعر الحر أنا قريته، ثاني يوم الموضوع اللي وراه ما أرجع قبل أقرأ وها هي، لا، أراجع الموضوع اللي قبله اللي قريته، هيجي راح تستغلون وقت أكثر وما تتعبون هواي بيوم الامتحان. فهاي كم شغلة لازم تعرفونها إذا تبون تسوون جدول إلكم. وقلت لكم الدور الثاني مو مثل الدور الأول، من طالب يختلف، كل واحد مأجل مادة تختلف عن الثاني. اللي راح أسويه وياكم هسه الصبح أني الصبح رياضيات، أنا طبعا مأجل 5، مو أعرف صراحة ليش أجلت يعني، بس هسه مثل الكيمياء بسبب الكلاميات، العربي لين بعد حسيت نفسي ما ضابطته، بعدين قلتلكم قرأت دا أقرأ على شسمه حسين عبيدة، يعني أسباب أحسها تافهة صراحة أجلت، بس يلا عادي. بعد الرياضيات الصبح أنا عايفت له الرياضيات. أنا من قاعدة هسه حاليا أنا قريت على محمد قاسم، وقرأت شوي على فترة مراجعة على حيدر عبد الإمام قرأت، وعلى حيدر وليد، بس بالأساس قرأت على محمد قاسم. فهسه لقيت مدرس شارح يعني الرياضات كلها ب6 محاضرات، بنفس الوقت يعني شارحة بطريقة حتى ما قاري يفتهم، بس أنا سويته كمراجعة أحسن. أعتقد اسمه رعد إبراهيم الأستاذ، يمكن اسمه رعد إبراهيم، رياضيات أقرأ عليه. مثل محاضرة الفصل الأول مسوي 6 ساعات، أنا أقرأ 2 ساعات الصبح. إنه بعد هي أقرأ فيزياء. فيزياء ما أعرف، أنا قاعدة أقرأ على حسين محمد، ويمكن راح أقرأ 3 محاضرات مال على السودان راح ينزلها للطلاب الدور الثاني الفيزياء. إنه بعدين أقرأ أدب، طبعا الأدب أني أقرأ على حسين عبيدة، فملخصته ومخلصته، فعلي هسه راح أراجعه على أستاذ نسيت اسمه، محمد باقر قحطان هيك شي اسمه ما أعرف. فمسوي الأدب يعني هم يعني أسئلة مهمة عن الأدب ومثل مرشحات، بنفس الوقت شارح الأدب. فراح أقرأ على محاضرات قصيرة. أنا قريت الأدب بالامتحانات الشهرية بنصف السنة، وبعد هاي العصر أقرأ أدب، وبعد الإنجليزي، ومثل الإنجليزي ساعتين هيجي، وبعد العربي يعني قواعد نفي استفهام هيجي على حسين عبيدة. فهيجي مقسمة يعني اليوم. وبالنسبة للإنشاءات مال الإنجليزي يعني أنا ما راح أقرأهن كلهن، راح أقرأ بس اللي ترشحهن الأستاذ سجاد العبيدي، يعني لا تقدرون تستفادون، لأنه بصراحة أنا مو كلش ما أحب الإنشاءات، فراح أقرأ بس الأشياء اللي قال عليهن مهمات وبس. يعني هيك تقسموا الوقت مالتكم. 5 اللي يسوي الكيمياء أنا قاريتها على حسين هاشمي، بس الكلاميات يعني ما أضبطهن، يعني ما أرجع أقراهن وراه، فراح أقراهن على فاضل الهاشمي. قلت لكم على الفيديو مال مدرسين على اليوتيوب. المهم آسفة إذا الفيديو طولت بيه، بس والله يعني حبيت أشرح لكم، يعني واحكيلكم كلام من القلب بكل التفاصيل وكلام. يعني آخر شي لدور ثاني، طلاب دور ثاني ترى مو نهاية العالم، يعني بالعكس ترى هو فرصة جديدة وننجح بهيجي، واللي ينجح بهيجي يعني ظرف وضغط من قبل الكلام وقت قليل، فهذا يدل على قوة الشخص. وآمن بنفسك ونظم وقتك، وأهم شي توكل على الله، وخلي هاي الفرصة تثبت إنه بها نفسك. تمام. ما أعرف أنا مشكلة ما أعرف شلون أحفز، بس هو هذا الكلام طلع عندي. باي، أحبكم.